عمرك ضحكت في موقف ما يضحكش فيه؟ يعني ضحكه طلعت في خناقه او لقيت نفسك في عزا والضحكه طلع كده غصب عنك. بص يا سيدي، اللي بيحصل ده اسمه الضحك العصبي، جسمك بيتوتر فبدل ما يبكي او يسكت فجاه يديك ضحك. يعني هنا عقلك مش لاقي طريقه يخفف بيها الضغط اللي عليه غير الضحك. وفي حاجة كمان اسمها التعبير العاطفي المتناقض، يعني انت بتكون عايز تضحك فتبكي، ايه ما مش عارف. بس لا، ده طبيعي ما تقلقش. احيانا الموضوع بيكون طبي، الناس اللي عندهم امراض عصبية زي الجلطات او التصلب ممكن يضحكوا او يبكوا من غير اي سبب. يعني يا بالزمن انت لما تلاقي نفسك بتضحك في موقف ما ينفعش الضحك فيه، ما تقلقش، انت مش عبيط يا سيد ولا قليل الذوق، ده بس معناه ان مخك بيقول لك انا مش قادر اتعامل، خد ضحك وامشي. ضحك مش دايما دليل فرح، ساعات بيكون صرخة من جوه. لو شفت حد بيضحك في موقف ما يضحكش فيه، افتكر ان الضحكة دي ممكن تبقى محاولة انه يداري بيها بركان جوه. يعني بكل بساطة مش كل ضحكة فرح. وبس كده، معلومة بسيطة تفرق كتير. لو استفدت تنساش اللايك والشير، واستناني في اللي جاي.